بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير. النهاردة هنعمل مع بعض القلقاس بالخضرة. طلب مني كتير وناس كتير كانت بتطلب مني ان انا اعمله. النهاردة بقى هعمله لكم من عيوني ليكم بقى كده. طبعا أي طلب هتطلبوها هعمله لكم على طول. انا عندي القلقاس ده، القلقاس اللي انا كنت مفرزاه معاكم في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. يعني اللي عايز يعرف طريقة تفريز القلقاس هتلاقوه معايا على القناة. ومعايا سلق ومعايا كزبرة، كزبرة خضرة طبعا. يعني ده سلق وكزبرة موجودين عندنا، يعني متاحين احنا دلوقتي في موسم الشتاء. يعني السلق موجود عندنا يعني في الشتاء كتير. وابقى اعمل لكم فيديو بعد كده نبقى نفرز القلقاس بالخضرة بتاعته، عشان يعني اي وقت يعني تعملوه تبقى موجود عندكم. انا عندي كيلو من اللحمة، كيلو لحمة كده ملبسة. طبعا لما بحب اعمل خضار بحب اللحمة بتاعتي تكون ملبسة شوية، بتبقى مدية الشوربة يعني طعم جميل جدا. لو انت متاح عندك لحمة اعملي، مش متاح لو عندك شوربة بقى في التلاجة او اي شوربة موجودة عندك ممكن تعملي بها القلقاس. مش لازم ان انت تسلقي لحمة او تعملي لحمة مخصوص لها. يعني لو متاح عندك شوربة اعملي القلقاس بالشوربة بتاعته، ومش لازم ان انت تسلقي لحمة. ما عندكيش ممكن تعملي مرقة زي ما احنا كنا بنعملها الاول. كنا نجيب مية ونحط فيها توابل لحمة ومرقة دجاج، وتبقى احلى شوربة. انا جبت بقى اللحمه بتاعتي، غليت ميه، وبعد ما الميه غليت نزلت باللحمه وحطيت بقى، شلت الريم الاول زي ما انتوا شفتوا كده معايا في الفيديو. بشيل الريم طبعا، دي بتبقى يعني ريم مش مستحب طبعا وبيبقى شكله مش ظريف، فبنشيله. تبقى الشوربه بتاعتنا رايقه وشكلها كويس. وبعدين نزلت بقى بالتوابل والبصل والطماطم والجزر بتاعي، خلي طعم الشوربه جميل جدا. بعد ما خلاص اللحمه بتاعتي سبتها بقى تستلق كده مع نفسها، هنجيب بقى الخضره بتاعتي اللي هي السلق والكزبره. السلق والكزبره بتاعتنا كده غسلتهم كويس كده، لان طبعا بتبقى عليها ترابه كده ورمله، فبننضفها كويس. وبعدين بقى نروح غسلينها شطفه كويسه، وبعدين بقى مخرطينها كده او مقطعينها زي ما بنقطع الخضار. جبت طاسة كده على النار وحطيت فيها معلقة من السمنة، معلقة حلوة كده من السمنة، ممكن زيت ممكن زبدة، المادة الدهنية اللي انت حباها تعملي بيها. جبت معايا بقى معلقة من الثوم المهروس، او ممكن انت تفرميه يعني تقطعيه بايديكي قطع صغيرة كده كده. يعني هنديله تشويحة كده او نديله لون. وبعد كده هنضربه مع السلق كده في الخلاط زي ما انتوا هتشوفونا دلوقتي. نتابع الخطوات كده كويس ونمشي مع بعض واحدة واحدة عشان تعرفوا تعملوا بقى السلق بالخضرة. كده عملت بقى السلق التوم بتاعي خد لون كده، ونزلت بقى بالسلق والكزبرة هديلهم تشويحة. انا كده عملت بقى ايه، آه التومة بتاعتي يعني اديتها تشويحة، اصفرت معايا ونزلت عليها بالسلق والخضرة. كانوا الاول بقى ان هما زي الملوخية، طشة الملوخية، كانوا بيحمروا التومة ويطشوها عليه، والسلق كانوا بيضربوه في الخلاط. فبصراحة ما كانش بيبقى لذيذ زي ما انا هعمل كده. التكة دي بتبقى بتخلي ريحة السلق القلقاس بتاعك او شوربة القلقاس جميلة جدا. هدنك تحمري في السلق لحد ما يدبل معاكي خالص ويخرفش معاكي وانتي بتقلبي فيه كده. يبقى كده تمام، سيبيه بقى يبرد على جنب كده يا ست الكل. وبعد كده هنعمله بقى، نشوف هنعمل معاه ايه. اللحمه بتاعتي بدات ان هي تخش على سوا. انا ما حطيتش ملح خالص، انا حطيت لها التوابل بتاعتها بس. يعني سلق اللحمه سهل جدا، ويعني مش محتاج ان احنا نقول الخطوات بتاعتها بالظبط، لان احنا عملناها مع بعض كذا مره. شايفين بقى الشوربه بتاعتها جميله جدا. انا بحب ان انا ازود الطماطم معاها، لانها بتلون الشوربه كده، بتخليها لونها كويس وجميل كده، وطعمها بيبقى جميل. انا معايا كده الشوربه ما شاء الله جميله. حطيت كده في الحله بتاعتي، انا ما حطيتش ملح خالص على اللحمه. فانا هحدق الشوربه اللي انا هعمل فيها القلقاس. اللحمه سبتها شويه كده لحد ما تخش على السوا، بعدين هنحدقها ونشوفها بقى نعمل لها ايه. بعد ما حطيت الملح كده وحدقت الشوربه بتاعتي، هنزل بقى بالقلقاس. القلقاس بتاعي انا ما بغسلهوش، بطلعه من الفريزر على طول للشوربه او الميه السخنه اللي انا هسلقها فيها، او ان انا هعملها على طول في اي حاجه سخنه. ما بغسلهوش، مش هينزل معاكي الماده المخاطيه بتاعته ديت. هتبقى جميله معاكي، وهتشوفوا دلوقتي القلقاس بالشوربه كان شكله جميل، ولونه مش مغير ولا اسمر ولا جراله اي حاجه. جبت بقى السلق بتاعي بالثوم بالكزبره كده بعد ما برد معايا، حطيته بقى في شفشق الخلاط. هاخد بقى كبشتين من الشوربه بتاعتي على الشفشق كده،
علشان هضربه بقى كده في الخلاط، يبقى معايا بقى يعني زي مادة سايلة كده، وهتشموا ريحة السلق بصراحة وانتي بتحمريه، وبعد ما تضربيه تحفة جدا وريحته كانت جميلة جدا. كده تمام. خلاص انا بقى اديله تكه كده في الخلاط لحد بقى ما ينعم معايا خالص، لا هصفيه ولا اي حاجه، هو مسافه ما تضربيه في الخلاط هينعم معاكي خالص، هيبقى شكله ناعم جدا ومش هيحتاج معاكي حاجه تاني. اهم حاجه تضربيه كويس علشان يبقى ناعم كويس، ولونه بيفتح، يعني اللون بتاعه اللي انتوا كنتوا شايفينه في الاول غامق فتح معايا وبقى شكله جميل جدا، وريحته بصراحة كانت جميلة. انا كنت في الاول ما كنتش بحب القلقاس بالخضرة ده، بس بصراحة بعد ما جربته وعملته طعمه جميل جدا وطريقته حلوة قوي وسهلة جدا. كده تمام. هنقلب كده، انا حطيت ملح كده على اللحمة بتاعتي علشان تحدق معايا، وهنطفي عليها بقى كده، نغطيها ونطفي عليها او نسيبها غلوة واحدة وبعد كده تمام. شايفين بقى شكل القلقاس بصراحة جميل جدا، لا نزل مادة مخاطية ولا اي آه، زي ما بنقول عليها ان هي بتبقى مية بتبقى فيها زليطة كده او بتبقى مش كويسة. لا، القلقاس بتاعي جميل جدا. اهم حاجة وانتي بتقطعيه او هتفرزيه ما يجيش نقطة مية عليه خالص، لان لو انت حطيت عليه مية هتعمل معاكي هيسمر وهينزل المادة المخاطية بتاعته، مش هيبقى كويس. اهم حاجة وانت بتفرزيه نشفيه كويس ومسحيه كويس وعينيه في اكياس تلاجة زي ما انا كنت عامله لكم ومورياكم. يعني ما شاء الله قاعد معايا من السنه للسنه وما جرالوش اي حاجه، ده زي ما انتم شايفين كنت مطلعاه من الفريزر وما يعني كان ما شاء الله جميل ولونه زي ما هو فاتح وحلو. القلقاس بتاعي ما خدش معايا سوا خالص، انا سبته 10 دقايق قبل ما احط عليه السلق، وبعد ما حطيت عليه السلق سبته 5 دقايق كمان، يعني ما كملش معايا ربع ساعة وبقى زي الفل ومستوي. وريحته وطعمه بصراحة يتكلم عن شكله يعني يتكلم عن الطعم بتاعه جميل جدا، يعني اللي هيجربه ان شاء الله هيعجبه يعني. وبصراحة الريحة بتاعته كانت تحفة جدا. انا ما بحبش بقى احط اللحمة فيه على يعني في الشوربة بتاعته، يعني ولادي ما بيحبوش الشوربه بتاعتك منها بتبقى يعني مغدره شويه، فانا بسيبها اسلقها كده، ولو حابين ان هم ياكلوها كده بالشوربه او ياكلوها بشوربه القلقاس بتبقى جميله جدا. فده حسب بقى كل واحد او ذوقه. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط وجميل وظريف على قلوبكم، واكون يعني تحت حسن ظنكم. اللي محتاج اي حاجه يا حبايبي يطلب مني وهعملها ان شاء الله معاكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، ويا رب اللي جاي يكون احسن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.